الله تعالى مشاهدينا الكرام، كنتواجدوا وقفه احتجاجيه للاساتذه الذين فرض عليهم التقاعد كما يقولون. السلام عليكم خويا، انا على المباشر. علاش هذه الوقفه اليوم؟ وهذه الوقفه هي سميتو تمديد للاضراب وتمديد الاشكال النضاليه المجسده من طرف التنسيق الوطني، لان الاضراب انطلق يوم الاربعاء وباقي قابل للتمديد الى يوم الاربعاء، وربما قابل للتمديد الى ايام مقبله. المطلب ديالنا الوظيفه العموميه ادماج كامل مع منصب مالي ممركز. الاتفاق ديال 14 يناير لم ياتي بالحل، والتزييفات ديال مررت من طرف النقابات الموقعه على اتفاق 14 يناير هي تزييفات وهميه. مساله اخرى، الان رحنا موقفين على العمل توقيف مؤقت وممنوع علينا اننا ننساو المهمه ديالنا. اذا واش غندخلوا المدارس ديالنا؟ غنخويو الشارع؟ نحن راه مستمرين وندين كل إدانة ما وقع يوم أمس في موقع أزيلال الصامت من فضل اعتصام ومن قمع ومن ترهيب الأساتذة في منتصف الليل وقع في قبل صالح في عدد المديريات. نحن كتنسيقية وطنية ما زلنا في الشارع، وحنا اللي بقينا الوحيدين مع انسحاب باقي التنسيقيات، ونقول بأنه للاسف ربما نقاش داخلي هذاك ما ضعف في تجسيد خطوات نضاليه لعده اسباب. نحن درنا احصاء ما زلنا قويين، نهار موفر الظروف الشروط الذاتيه الموضوعيه من اجل تحسين الاساتذه، وحنايا كما قلنا سابقا هذه التنسيقيه باقي النقابات اطار مستقل على باقي الاحزاب. هاد الاساتذه اللي هنايا هما اللي تيقرروا، نهار يقرروا نتراجعوا غنتراجعوا، نهار يقرروا غنستمروا وهذه هي الديمقراطيه ديال الاطار ديالنا. حتى يقرروا الاساتذه هما اللي غادي يقرروا. تحيات. الا ما قروش الحال باغي للاستمرار. بطبيعه الحال هي الاشكال النضاليه في جميع الاقاليم مفتوحه على جميع الاحتمالات، اعتصام وبدليل. وتحياتي. السلام عليكم خويا. السلام عليكم استاذ. السلام عليكم. اذا لازلتم معنا على المباشر مشاهدينا الكرام من مدينه الدار البيضاء، وقفه احتجاجيه للاساتذه المتعاقدين امام الاكاديميه الجهويه للتعليم بمدينه الدار البيضاء. وقفه سيقولوا انها غتستمر وغيبته هنا في الخلاء. السلام عليكم. لماذا هذه الوقفه؟ تحيه نضاليه. اذا هذه الوقفه تاتي في سياق استمرار المعركه ديال اسقاط مخطط التعاقد، المطالبه بادماج مسلك الوظيفه العموميه، كذلك ردا على استهدافات ممنهجه للاساتذه المنخرطين في البرامج ديال التنسيقيه. اليوم يقابل صمود اغتيال المحاكمات. اليوم كانت محاكمه اخرى حق 20 استاذ واستاذه تم تاجيلها، كذلك تم توقيف الاجور ديال الاساتذه، توقيفهم على العمل كذلك. اذا الاجابه التي نقدمها الان نقدمها من الشارع دليل على صمود الاساتذه والحضور المكثف ديال الاساتذه اليوم في هذا الشكل الجهوي اللي هو عباره عن معتصم قابل ان يكون مبيتا ليليا. شفتوا القمع اللي تعرضنا له. الاستاذ اليوم يؤدي الثمن اكثر والتلميذ يؤدي معه الثمن. حنا هنا ما كنقولوش بان المصلحتين، مصلحه الاستاذ ومصلحه التلميذ تتعارضان. فعلا من يتحمل اليوم المسؤوليه ليس الاستاذ الذي يطالب لذلك التلميذ بمجانيه التعليم، ليس الاستاذ الذي يطالب بحقوق ذاك التعليم ذاك التلميذ ديال مدرسه عموميه مجانيه، بل المسؤوليه ملقاة على عاتق الوزاره التي لا تتقن والدوله عموما لا تتقن الا سياسه ضرب ديال الحق ديال النضالات الشعبيه ونضالات الجماهير الاستاذيه وضربها بالقمع والتنكيل بالمحاكمات. الاساتذه الا كانوا انتهازيين ومصلحيين وكيدافعوا على مصلحتهم الخاصه، مجرد انهم يوقفوا لهم الاجور غادي يتراجعوا على هذه المعركه، لكنهم اليوم كيعبروا على انهم مستمرين بالرغم من الطرد. غير يطردونا كاملين، غير يوقفونا كاملين، ولكن غادي نستمروا في هذا الشكل النضالي الى حين تحقيق مطالبنا العادله والمشروعه. وتحقيق مطالبنا واضحه منذ البدايه: الادماج في مسلك الوظيفه العموميه واسقاط مخطط التعاقد تحسينا
مجانيه التعليم وتحسين المدرسه العموميه. تحيه. اليوم أحيي جدا جميع السلطان الحاضر اليوم. استمر قدس معتصم يعني مرفق بما بيت ليلي هنا على صعيد اكاديميه الجهويه للتربيه والتكوين. اذا في الاساتذه راهم واقفين الان وصامدين في المعتصم ونحولوه لمبيت ليلي. العدد دائما تزيد لان الهجوم زايد، لاننا لاحظتوا الاساتذه اليوم هبطوا بكثافه والبارح باشكال نضاليه سواء الجهه الدار البيضاء 16 ولا في باقي الجهات الاخرى. اليوم هذا تعبير على ان الصمود ديال الاساتذه صمود يدرس في هذه المعركه، واننا غنستمروا ما بقي التعاقد، واننا لن نتراجع الى حين تحقيق مطالبنا العادله والمشروعه بادماجنا في سلك الوظيفه العموميه واسقاط مخطط التعاقد. الحوار اللي كيتقنوه هما انهم كيصيفطوا لنا القمع وكيقمع الاشكال. انتم غطيتوا القمع والمنع اللي تعرضت له المسيره الان. البارح الظلال كذلك فضل المعتصم والمبيت ليلي، والبارح الفقيه بن صالح قرسيف وغيرها من المواقع. هذه لغه الحوار التي يتقنونها. حوارنا معهم هو اننا نطالب بملف مطلبي عادل ومشروع. بالامس القريب كان حق الوظيفه العموميه 2016 هي كاينه في التعليم، داك الشيء اللي بغينا، وبالتالي الا كان شي حوار يمشي على هذه الارضيه. وتحيه لكم. رسالتك اليوم؟ رسالتي واضحه، هو اننا مستمرين. رسائل تقدم في الميدان، اساتذه صامدين في الميدان، انهم خير يوم يتعزفوا ويوقفوا الاجور ويوقفوا الاساتذه ويطردونا كاع. حنا مستمرين في الشارع ومواصلين درب النضال. التنسيقيه راه مقدمه اجابه ميدانيه في الشارع بدون شعارات رنانه، رفض ان المدرسه تتباع، ورفض ان التعليم يتخصص، ورفض ان الوظيفه يتم القضاء عليها من داخل التعليم. وبالتالي الا كان شي نقاش ديال ايجاد حل يكون على ارضيات ادماج الاساتذه وطور الدعم المفروض على التعاقد في الوظيفه العموميه، وكذلك اسقاط مخطط التعاقد. تحياتي. إذن كما كتشاهدوا معنا مشاهدينا الكرام، لازلنا معكم على المباشر من امام هاد واحدين اخرين لازلنا معكم على المباشر في هذا الوقف الاحتجاجي ديال الاساتذه الذين فرض عليهم التقاعد. نلتقي في مباشر اخر دائما على قناه 24 من مدينه الدار البيضاء. نلتقي في مباشر اخر نشوف اعزائنا. صمود في السجون الرجعية، وصمود في المحاكم الرجعية، والرحمن لك منا تحية، والرحمن لك منا تحية.